طيب 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 يا اللي على الباب. ايه ساعة على ما تفتح؟ لا ازيك يا شكري؟ اتفضل حبيب قلبي، تعال خش. حماتك بتحبك. انا ايه الحمد لله سبقتك يا سيدي. وطبعا لازم تسبقني، لازم تبقى نازل فطران وحلق دقنك وحاطط بولونيا، مش خيبتي اللي ما لحقتش اتهدى جوازتي. واضح انك جاي تقر عليا من اولها مش كده؟ عموما يا سيدي ما تزعلش، بكره ان شاء الله تيجي تتغدى معانا، منى موصياني اجيبك تتغدى معانا. ما يصحش يا اخ حسنين، هو اليوم اللي ما اتعشاش فيه اتغدى فيه؟ ده كده كتير، كده الناس تفتكرني لا مؤاخذه بتربوني. وبعدين المثل بيقول ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. عسل ايه وبصل ايه والكلام ده ايه؟ ايه الكلام ده؟ يا شكري ده احنا زي الاخوات، يعني بيتي هو بيتك، ثم احنا في غربه الناس لبعضيها. منها لله اللي كانت السبب. بعد ما خلاص استقريت وخدت على عيشه المتجوزين رجعتني تاني لعيشه العزاب. خلاص ما تتجوز يا شكري. اتجوز تاني؟ وانا فوت من الجوازه الاولانيه لما اتجوزني تاني؟ طب افرض سمعت كلامك وطلعت جوازه فاشله، يبقى لا طلت هنا في اليمن ولا بلح الشام. لا لا يا حسنين يا اخويا، لا يا حبيبي لا. الله يرحمها الغاليه قالتها لي كلمه، اللي واخد الستات تجارته يا خسارته. خلاص يا سيدي مفيش مشكله، يبقى تحاول ترد مراتك وترجعها. يا شكري مراتك زي الجنيه ده، وبصراحه بقى انت خسرتها. هي اللي حطت العقده في المنشار، الشقه باسمها واتبعزق زي ما هي عايزه، صدقني مفيش فايده. يا سلام، وفيها ايه يعني؟ الشقه باسمك الشقه باسمها مفيش مشكله، ثم دي شقتكم انتوا الاثنين لو كنتم متجوزين، يعني دي مساله شكليه ملهاش اي قيمه. ثم تعالوا نتكلم بصراحه، مش الراجل المفروض عليه ملزم انه يوفر كل شيء لمراته وما يخليش نفسها في حاجه؟ خلاص يبقى انا شايف ان الست ما فرضتش اي شروط عليك ولا حاجه، غايه ما في الامر انها عايزه تعزز نفسها، وبعدين ترد اعتبارها بعد ما زعلتها وزنقت عليها. يا راجل ده انت حتى عايز تحرمها من امها. يعني انت موافق على اللي عملته فيا؟ انا مش فاهم كلكم معاها بنت ليه؟ ها ليه؟ ابدا، ده احنا معاك انت بقى بالذات، ولو تفتكر ان حذرتك وقلت لك لو فرطت فيها هتندم، وواضح انك ندمان قوي وحسيت بقيمتها دلوقتي. ما اكدبش عليك يا حسنين يا اخويا، صفية كانت طيبة وقلبها طيب، بس عيبها الوحيد ايديها المخرومة. انا كنت خلاص اتعودت عليها وبدأت احبها، ساعات بفتح الباب بيتهيألي هخش الاقيها موجودة. شفت؟ اديك بتعترف اهو انها تستحق التضحية واغلى من الشقة والكلام الفاضي اللي انت طيرتها من ايديك بسببه. تعرف يا حسنين، كتير بفكر ان انا اخطف رجلي لغاية مصر واصالحها وارضها، لكن فجأة بلاقي نفسي لا مؤاخذة يعني دمي بيفور واهرش وقلبي ما يطوعنيش.